بعتها لك ليه؟ ما شغلها لكم دلوقتي نتسلى ونسهر. نصيحة للأهلاوية قبل ما الشوط التاني يبدأ والمباراة تخلص. نعم. ارغي يا عم الأمور. شوف لك بلد تانية هج فيها ولا عيش فيها. اتكلم يلا عادل يلا. اتكلم بأدب. لو سمحت اتكلم بأدب يا ولد. عشان إن شاء الله المباراة تخلص بفوز الزمالك وهنرفعك تحفيل. ولا انت مش مظبوط يلا، انت مش مظبوط، انت بتتعاطى حاجة. ايه؟ امال ايه فتحة الصدر الجامدة دي؟ جراءة. لا ده مش جراءة، مش جراءة، ده برشام. هنرفعك تحفيل. عليا الطلاق كده. نصيحة من اخوك شوف لك بلد تانية عشان البلد مش هتساعدنا احنا الاتنين. ده انت عيل قليل الادب والادب مش هينفع معاك. تستخبى طبعا تهاجر هجرة غير شرعية طبعا تهج، المهم تتبخر من قدامي. تعال ايه وجعتك قوي فرج؟ وجعتني يا حسونه، ده لابس جزمه في ايده الله يحرق. عشان انت مش تستحملنا، انت مش تستحملنا. انت بتتكلم جد؟ والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. مش تستحملنا في التحفيل اللي هيحصل فيك، بس باذنك يا رب تكمل على خير والماتش يخلص بفوز الزمالك. طبعا وانا بقول لك البلد مش هتساعدنا احنا الاثنين، فانا طالع انصحك نصيحه اخويه. خد لا مؤاخذه شويه. ايه قبل المباراه ما تخلص شوف لك بلد هج فيها. انك يا عزيزي ممكن تبقى كويس جدا في الماتش بس برضه تخسر، ولازم تتصالح وتتقبل هذه الخساره عشان ده جزء من اللعبه. ده طبعا كلام غير موجه لجمهور الاهلي بس عشان نكون صراحه. سلم لي على امك. حسيت بحاجة؟ شعورك ايه بعد ما الزمالك اتغلب؟ محدش يقول لي الزمالك اتغلب، الزمالك ما اتغلبش. لو شفت الماتش من الاول الزمالك ما اتغلبش، الزمالك اتفشخ. يا اخوانا رايح فين يا ابراهيم؟ انا رايح ايطاليا. كام دول؟ دول 15,000 جنيه. دول يا دوبك قبرص، تمشي معاك قبرص؟ قبرص بس غرفة ده من هنا. مفيش لايك؟ لايك ده احنا نشيرك كمان. ده انا اللي اتشهر بيكم يا اساتذه. ارجو ان تكونوا قد استمتعتوا معنا بالخدمة. فيديو خلاك بس تبتسم، لا تنسى تعمل لايك وتشترك في القناة ولا تبخل علي بالتعليقات لأنها بتحفزني أنزل فيديوهات تاني بشكل أسرع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.